سلام صحباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا فيديو ديال اليوم. انا لمياء وهذه قناتي لم بيوتي اي تي تي. فرحانه نتلاقاكم فيديو جديد، واليوم غادي يكون على ريفيو لواحد العطر كلاسيكي من ايف روشي، لكن بنسخه اللي هي قويه واللي هي كوم ايفيدونس لو دو بارفان انتونس. اول حاجه الريحه، هذا العطر هذا كيجي بريحه اللي هي ناعمة جدا، أنثوية راقية بزاف، فيه مزيج ديال الورد الياسمين مع واحد اللمسة ديال الباتشولي. ملي تتشميه كتحسي بالأناقة، ماشي عطر ديال اللي كيفاش نقولك حلو بزاف، بالعكس فيه واحد الطابع اللي ناعم جدا غامض شوية، غالب عليه الزهور. كيشبه شويه العطور ديال ديور لانكوم في الرقي ديالهم، ولكن بثمن معقول. ممكن نقول لك نسخه خفيفه من عطر ديال لافي بيل، ولكن بلا حلاوه زايده. بالنسبه للثبات ديالو والفواحان، كيبقى من 6 ديال السوايع حتى ل 8 ديال السوايع في البشره بيان سور. كيبقى ينقص الجهد ديالو، ولكن كتبقى واحد الريحه اللي خفيفه زوينه بزاف. الفواحان ديالو متوسط، يعني كيبان بلا ما يزعج، مناسب للناس اللي كيبغيو عطر يبقى قريب للجسم ديالهم، ماشي فواح بزاف، يعني كيبقى زوين. فين ممكن تستعمليه؟ تقدري تستعمليه للخدمه، للعمل، عطر نهاري اكثر، لكن يقدر يمشي حتى في الليل الا كنتي من عشاق الروائح. الثمن ديالو كيتراوح ما بين 250 حتى ل 400 درهم حسب الحجم ديالو والعروض. بصراحه مقابل الثمن الجوده ممتازه جدا. الريحه ديالو انثويه ناعمه ومتماسكه، الثبات ديالو جيد، التصميم ديال القنينه راقي جدا وبسيط في نفس الوقت، مناسب للبنات والنساء في كل الاعمار. السلبيات ديالو الفواحان ديالو متوسط، ماشي لعشاق الروائح اللي كيكونوا قويه، ما كيتبدلش بزاف مع الوقت، يعني ما فيهش لايرز بزاف. بالخلاصه الا كنتي باغيه عطر انيق ناعم ويخليك تحسي بالثقه بلا ما يكون مزعج بزاف، كنقول لك اختاري كوم ايفيدونس انتونس. انا كنعطيه 9/10 حيت فريمون كيعجبني بزاف، واحد الريحه اللي عندي معها ذكريات بزاف. ماشي اول مره نعطي على كوم ايفيدونس، بزاف ديال الحوايج، زعما بزاف ديال المرات، بزاف ديال الذكريات عندي مع هاد العطر هادو، كيعجبني بزاف يعني. كيحمقني بزاف. قولوا لي في الكومنتار واش جربتوا هاد لا فيرسيون لي انطونس ولا لا، واش تبغيو تجربوها، شنو هو العطر المفضل ديالكم حاليا، شنو تبغيوني نجرب لكم فيديوهات جايه. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم فيديو جاي. بسلامه.